ازاي تسخن قبل تمرين البوش، قبل تمرين البول، او قبل تمرين الدراع، او قبل تمرين التشيست، او قبل تمارين الابر بودي عموما؟ سهله جدا. نبدا تسخين على المفاصل. lateral raise 3 في 20، front raise 3 في 20، horizontal adduction 3 في 20. كل تمرين بمرنه لك هيكون 3 في 20 علشان ما اقعدش اقول 3 في 20 كتير. shoulder press arm circle شمال، arm circle يمين، horizontal external rotation شمال، horizontal external rotation يمين. بعد كده هتقوم رايح على resistant band وبعدين تلعب ب external rotation 3 في 20 internal روتيشن 3 في 20. وده لتسخين عضلات الروتيتور كاف المهمه جدا، العضلات اللي بتحميك من الاصابه. وكل ما زادت القوه بتاعتها التسخين بتاعها واصبحت قويه، فده بيخلي عندك كتف قوي بتحميك من الاصابه، وتعتبر من اهم عمليات تاهيل الكتف بعد الاصابه، واللي هنزل لها فيديو مخصوص علشان طلب مني كتير. بعد كده هتعمل لي اكسترنال روتيشن على زاويه 90 ابدكشن. كام يا كوتش؟ يا عم انا لسه قايل لك 3 في 20. وتصحى معايا تمسك الايزي بار وطفش الزحمه اللي على الكيبل كروس، وتنزل المقبض بتاعك بمستوى الكوع، وتعمل لي الثلاث حاجات اللي عملناهم من شويه بالريزيستنت باند ب5 كيلو فقط، مش بوزن تقيل. واللي هتكون عباره عن internal rotation external rotation و external rotation at 90 degree abduction. بوش او اي تمرين عموما اعتبر ده كمثال. هتروح على اول تمرين وتتمرن 15 عده فاضي، سواء بالبار فاضي او الجهاز فاضي، وبعد كده تحط 25% من وزن 1 ار ام بتاعك وتمرن بيه بعيدا عن الفشل العضلي باربع عدات. بكده انت جاهز للعظمه. ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل لي سوبر سيت لايف في كومنت، مش خساره فيه.